جبت لكم عطر سكسي، عطر حامضي، عطر سويتي. صراحة طلبتوا من عندي هواية وردوا أحكي لكم عليه شوية، وبالفعل اختصرت وراح اختصر الكلام عن عطر ممتاز. هو عطر بلو دو شانيل من دار شانيل ومن أزياء شانيل. طبعا أعطيكم شوي فكرة عنه. أول مرة أنا هذا العطر استخدمته من سنوات وما حبيت استخدمه مرة ثانية. السبب واحد، انه هذا السبب هو عيب. طبعا هذا العطر بصراحة عيبه انه لانه منتشر هواية، لان هواية ناس تحبه، هواية ناس تستخدمه. الرجالي مالته رجالي جدا، والنسائي نسائي زائد شوية بلمحة رجالية. عطر سكسي سويتي بحرارة شوية نتيجة بعض المكونات اللي وحامضي. عطر بلو دو شانيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله بيكم، كيف الحال أصدقائي؟ طبعا نحكي عن عطر بلو دو شانيل، هذا العطر الجميل. عطر الجريب فروت، عطر البرتقال، عطر الفاكهة، عطر الليمون. طبعا سعره هو تقريبا يعني سعر نقول غالي، يعني يناهز 100 مل. طبعا هو على حسب الفترات السابقة والفترات الحالية، ايضا 400 الى يعني 300 الى 400 الى 500 دولار حسب البائع يعني مالته لل100 مل. وطبعا هذا العطر اذا نريد نتكلم به، اول شيء هو عطر صيفي، عطر صيفي لانه بحامضيه عاليه. الغريب انه بهذا العطر بصراحه بس احكي لكم عن شو خليته وشنو الرياضي، بس خلينا نحكي لكم عن شوي تفاصيله. الحامضيه اللي بيه تخليه صيفي منعش. هو هذا العطر منعش، يعني تفكر انه هذا العطر من تخليه تنعش نفسك وينتعش اللي يشتمه عليه. صراحة عطر بلو دو شانيل الغريبة به انه هو عطر منعش حامضي، وايضا السويتي يعني سويتي يعني به حرارة نتيجة مكونات مالته، جوز الطيب والزنجبيل هسه نحكي بيه. وبنفس الوقت حامضي وسبايسي، وايضا سبايسي حار وسويتي سبايسي. زين. هذا العطر يستخدم بالصيف، ولكن ممكن تستخدمه في كل الفصول، لكن بالصيف اكثر شيء. مقدمة العطر طبعا عطر جريب فروت. اول ما تخليه تحس انه انت تحس تشتم عطر تشتم يعني ريحة الجريب فروت وقشر البرتقال، ايضا تشتم الليمون والنعناع المنعش. وطبعا يبقى العطر الليمون مالته منتشر بالجو، يعني تحس به. الوسط مالته زنجبيل وجوزة الطيب. وسط الزنجبيل وجوزة الطيب تعطي حرارة سويتية وتعطي ثباتية أكثر للبقاء يعني. خاتمة العطر طبعا نجيل الهند والمسك الأبيض وشوية. طبعا المسك الأبيض أيضا يعطي ثباتية وعمق، والبخور أيضا يعطي شلون نقول يعطي نهاية العطر يعطي البخور كأنك يعني راش بخور بالليمون والنعناع المقدمة. تحس انه العطر حتى بوسطه بنهايته بالخاتمة مالته تحس انه منعش، دائما منعش وعمق به. زين. طبعا اذا حكينا عن انه منتشر طبعا الكثرة، وهذا هو العيب مالته. الميزة الحلوة به انه يتفاعل مع الجسم، يعني انت مع الوقت يتفاعل مع الجسم. اكو عطور هواية تخليها ما تتفاعل مع الجسم، هواية عطور بصراحة. زين. تقييم ما طبعا اذا تحدثنا عن ثباتيته مالته قليل ثباتيه، ما يثبت هوايه، لكن ترش لازم من عند رشات كثيره. ايضا الفوحان مالته جيد الى انتشار متوسط، يدوم طبعا تقريبا ل8 ساعات. وطبعا اكثر شيء تهتم به بهذا العطر هو الليمون. طبعا اذا عجبكم الفيديو سووا لايك والاشتراك مهم اصدقائي. شكرا لكم ومع السلامه.